السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الخيار ده مزروع في بيوت عادية غير مكيفة. تمام، زي ما حضراتكم شايفين كده. طول البيت 40 متر، العرض 9 متر. في 3 هوايات في وسط البيت، شاش أبيض زي ما حضرتك شايف مظللين بالطين. لما جينا زرعنا ما دفناش على الشتلة، يعني سيبنا البيت نص ظهر شوية لفوق. تمام. ليه احنا ما قفلناش على الشتله وجبنا التراب من هنا والرمله من هنا والرمله من هنا وقفلنا عليها؟ اولا العامل مش هيكون حريص، يعني لو حريص على شتله مش هيكون حريص مع الشتله التانية، فممكن يضغط على الساق هنا فهتضعف تعمل مع حضرتك مشكله. ثانيا الساق لسه ضعيف مش هيكون مقاوم عندك، لسه جذوره ما مشيتش، فحضرتك بتجيب الرمله من هنا ومن هنا، فهتبدا تجيب البيسيوم والفيوزيريوم تشيله كله تحطه على الساق. خلي الشتلة تمشي معاك أسبوع 10 أيام وبعدين يبقى دفن عليها. طبعا لازم حضرتك تسقي فطري بالكاسة جنب الساق هنا عشان خاطر تكون أمورك طيبة. طبعا الطريقة اللي أنا بقولها لحضراتكم دي مش كتاب، مش لازم يكون المنهج متبع مع الناس كلها. كل قرية ليها ظروفها، كل منطقة ليها ظروفها، كل صنف ليه ظروف، كل أرض ليها طبيعة. ولكن احنا بنجتهد وبنحاول نبلغ حضراتكم بالافضل، احتراسات الواحد ينتبه ليها. وفقنا الله واياكم.